مساء الخير عليكم. النهارده احنا بنجرب تجربة المعدية ديت معدية الحوندية. بتعدي البر التاني من النيل. بتتركب من عند محطة المعصرة اللي هي قبل حلوان، والمفروض ان هي بتعدينا للبر التاني بتروح منطقة الحوندية. طبعا هو المعدية هي بسيطة جدا، لكن حقيقة ممتعة. خلينا نخش تفصيليا ونشوف المعدية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين المعدية بدأت تتحرك، ودوت رئيس المركب بياكل ايس كريم قاعد مبسوط. عربية الايس كريم شغالة، الله ينور ان شاء الله. الجو حر فعلا النهارده يا جماعه. الجو حر، لكن داخل النيل حقيقه الهواء بتاع النيل هواء ممتع. دي بدأت خلاص تمشي. النيل بتاعنا ما شاء الله، يعني ربنا يزيد الخير والنعيم. الحمد لله، يعني احنا في نعمة كبيرة في النيل بتاعنا دوت. على فكرة يعني في بعض الناس ممكن بتعتبر الموضوع دوت بياخدوه كفسحة أو نزهة، وبيركبوه وبيعدوا الناحية التانية ويقعدوا على الكافتريات اللي هناك ويرجعوا تاني. طبعا هي بتاخد وقت شوية لأن هي الحركة بتاعتها بطيئة، لكن هي حقيقة ممتعة. على فكره بتوفر وقت كبير جدا جدا جدا. يعني انت عشان خاطر تعدي من البر التاني بتضطر تنزل على اقرب كوبري اللي هو بتاع الجيزه، فبدل ما تخش لحد الجيزه لا، انت هنا بتقدر تعدي بسهوله. والسعر بتاعها العربيه 8 جنيه، يعني ب 8 جنيه بتقدر ان انت توصل بيها. يعني تقريبا برضو العصفوره الجميله دي اهي شايفينها، تقريبا بتعدي البر التاني معانا. حاليا احنا بنرسي على البر التاني ونبدأ بقى نتحرك ونشوف تجربة المعدية بتاعة الحوندية. طبعا هم عملوا كوبري جديد، هم حاليا لسه بينشئوه. هيوفر كتير جدا في الوقت، ويوفر كتير جدا في المجهود، لكن هي تجربة جميلة. اي نعم الجو شمس جدا، يعني انا حاسس ان جبت بقى من كل حته، لكن حقيقه تجربه رائعه. هنشوف مع بعضينا. احنا بنخرج دلوقتي، وهو دلوقتي حاليا بيركن. واضح ان هو سواق محترف، على الله ما يعملش بوم في الرصيف، عشان البوم دي بتعمل بوم. طبعا الكل مستعجل، الكل مجهز نفسه عشان اول ما البتاعه تركن يطيروا. في نظام، في برضو يعني على قد ما هي بسيطه لكن في نظام. المشاه لوحديهم، العربيات لوحديها، وكل حاجه ماشيه بتنظيم. ما عملش بوم، كويس والله. بدأ ان هو يفتح المعديه. نتحرك بأمانة الله وبسلام الله. ايه، هنغرز ولا ايه يا جماعه؟